معروف عن الملك فاروق إنه كان من محبي قيادة السيارات جدا، وكان أحيانا كتير بيحب يسوق بنفسه، وساعات كتير كان بياخد عربيته ويسوق بيها بين الناس لوحده بالليل ومن غير أي حراسة علشان يشوف أحوال الناس على الطبيعة. بيحكي الفنان أحمد رمزي إنه في فترة الأربعينيات كان راكب العربية هو وصاحبه علي لملوم، وفجأة شافوا عربية أول مرة يشوفوا زيها، وباين عليها غالية جدا وسريعة جدا، لدرجة إن هم قرروا يسبقوها ويقفلوا عليها. وفعلا دخلوا معاها في سباق وعراك، وفعلا نجحوا في إن هم يقفلوا عليها. وبعدين بقى طبعا هم مبسوطين وحاسين بالانتصار، بصوا على صاحبها عشان يعملوا له حركات استفزازية. وكانت المفاجأة إن صاحب العربية هو الملك فاروق شخصيا، والمفاجأة الأهم إنه بصلهم وضحك ورد على إشاراتهم الاستفزازية بالتحية. طبعا فضلوا في حالة شبه شلل، مش عارفين يتصرفوا إزاي، وفجأة قرروا إن هم يهربوا وفي أسرع وقت، لكن طبعا الفترة اللي حصل فيها الموقف ده كان كافية جدا للملك فاروق إنه ياخد نمرة عربيته. بعد ما رجعوا البيت وهم طبعا في حالة فزع ورعب، قعدوا يفكروا هنعمل إيه، هنتصرف إزاي، ده احنا كده خلاص رحنا في 60 داهية. وفي الآخر استقروا إن مفيش حل ومش هيقدروا أصلا يعملوا حاجة غير إن هم يفضلوا في البيت وما يخرجوش وينتظروا مصير. قعدوا في البيت أول يوم، وعدى أول يوم وما حصلش حاجة، وعدى التاني وبرضه ما حصلش حاجة، والتالت برضه ما حصلش أي حاجة. بعدها عرفوا إن الموضوع مر بسلام. بيقول الفنان أحمد رمزي إن الملك فاروق كان حاكم جميل جدا وأخلاقه عالية. ولما سألوا أحمد رمزي عن جمال عبد الناصر قال ما كانش فيه حرية أيام جمال عبد الناصر، ما كانش فيه حرية إنك تعمل أي حاجة أو تقول أي حاجة، وملكش الحق إنك حتى تفكر أو تنطق، لأن التليفونات كلها تقريبا كانت متراقبة. وحكى رمزي حكاية عن واحد صاحبه قال نكتة عن عبد الناصر، وفجأة اختفى بعدها لمدة 3 أيام، ورجع بعدها عنده حالة نفسية، مش بيتكلم ولا بينطق ولا بيتعامل مع أي حد تمام. وقال كمان إن جمال عبد الناصر كان عنده مرض بجنون العظم. أما عن رأيه في السادات فبيقول أحمد رمزي أنا الحقيقة بعشق حاجة اسمها أنور السادات. يكفي إن هو لما تولى الحكم كان الجيش الإسرائيلي محتل كل سيناء، والروس في كل مكان في البلد، والجيش في اليمن، والشعب حتى مهزوم داخليا، ولكن قدر إن هو يقود حرب عظيمة ومجيدة، وكانت بمثابة معجزة في أقل من 3 سنين. رحم الله الجميع.